عالم الفوتسال منبهر بالسباعية أمام الأرجنتين، والأسود لم ينهزموا منذ 17 شهرا. أطار الفوز الكبير الذي حققه المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة على حساب المنتخب الأرجنتيني بسباعية نظيفة ردود فعل قوية، حيث أجمع المحللون وخبراء الفوتسال أن المثير في الفوز الذي حققه أسود الأطلس على منتخب الأرجنتين ليس هو الفوز في حد ذاته، وإنما هي الحصة العريضة التي اقترنت بأداء مبهر ومتميز، وهو ما يؤكد أن المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أصبح قوة كبيرة في المشهد العالمي، وأنه ماض ليكون من أكبر المنافسين على اللقب العالمي. جاء هذا الفوز الكبير للمنتخب المغربي داخل القاعة أمام المنتخب الأرجنتيني بسباعية نظيفة ليعلن عن رقم قياسي مميز، وهو كون أسود القاعة لم يتلقوا أي هزيمة على امتداد 17 شهرا. والمثير في الأمر هو كون المنتخب الأرجنتيني بطل العالم سنة 2016 ووصيف بطل العالم سنة 2021 هو آخر منتخب فاز على أسود القاعة. وكان المنتخبان قد تواجها وديا في مناسبتين، شهر أبريل 2022 حيث فاز المنتخب المغربي بالمواجهة الأولى بحصة 4 أهداف مقابل 3، في حين فاز المنتخب الأرجنتيني يوم 9 أبريل بحصة 3 مقابل 2. ومنذ هذا التاريخ والانتصارات تتوالى مع أسود هشام تكيك، ونتمنى استمرارها. ما هو رأيكم في مستوى المنتخب المغربي للفوتسال؟ اتركوا لي آراءكم في التعليقات ودمتم سالمين. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة مع الضغط على الجرس ليصلك كل جديد.